السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ناس بتضخم بسرعة وفي ناس لأ. السر الحقيقي اللي محدش هيقولك عليه. أكيد مرة شفت حد دخل الجيم بعدك بشهر شهرين ثلاثة وعمل فورمة أحسن منك وقبلك. إزاي؟ وأكيد سألت نفسك هو بيعمل إيه وأنا لأ. هو الموضوع مش جينات وخلاص. خليني أقولك الحقيقة هي مش سبب واحد، هي مجموعة أسباب، 5 أسباب. لو فهمتهم نظرتك للجيم هتتغير. بص يا صاحبي، العلم بيقول ان الماسل هايبرتروفي او التضخيم مش حاجة عشوائية. ده بيحصل بسبب تمرين، اكل، هرمونات، نظام حياة كامل. وكل حاجة من دول بتحدد انت هتتقدم بسرعة ولا ببطء. المعلومة الاولى، هل الجينات فعلا لها عامل كبير؟ ايوه، الجينات لها عامل كبير جدا في تطور العضلات. في ناس عندها الالياف العضليه السريعه اللي هي الفاست تويتش فايبرز، في ناس تانية عندها الالياف البطيئه ودي بتتعب عشان تكبر العضلات. وفي جين زي الاكتين 3 بيخلي الجسم اقوى واسرع في بناء العضلي. يعني ببساطه في واحد بيكون جسمه مهيأ للجيم من بدري وواحد تاني لا. بس ده مش معناه ان انت ما عندكش امل، لا. ده معناه ان انت ممكن تشتغل بس بطريقه اذكى. المعلومة التانية، الجهاز العصبي. حاجة محدش بيقولك عنها انك اول ما بتدخل الجيم مش عضلاتك بس هي اللي بتتطور، برضو الجهاز العصبي او CNS. يعني مخك بيتعلم ازاي يمرن العضلة بشكل صح. ففي ناس الجهاز العصبي عندهم بيتطور بشكل اسرع فبيبان عليهم او بيترجم على عضلاتهم بشكل سريع. مثال، 2 داخلين التمرين مع بعض، واحد جسمه بيتعلم بسرعة المدى الحركي وكده، هيلاقي نفسه ان هو بيتطور اسرع من التاني. المعلومه الثالثه، النيوبي جينز. دي بقى مرحله السحر. ممكن حد يكون لسه مبتدئ وتلاقيه في اول شهر بيتطور بطريقه يعني مفرطه شويه. ليه؟ لان الجسم مش متعود على الحمل ده فبينمو بسرعه وبيتطور اسرع. لكن بعد فتره السرعه دي بتقل طبيعي. الناس اللي انت شايفهم بيتطوروا بسرعه ممكن يكونوا لسه في المرحله دي. المعلومة الرابعة، الأكل. الناس بتستهين بيه جدا. العلم واضح جدا هنا. لو مش بتاكل كويس مش هتكبر كويس. لازم تاكل بروتين كفاية وسعرات كفاية عشان الجسم مش بيكبر من التمرين، الجسم بيكبر من الأكل. هديك مثال، واحد بيتمرن جامد بس ما بياكلش، مفيش مواد للبناء، هيبني ازاي؟ طبيعي لازم تاكل كويس. 5، النوم والراحة. الناس فاكرة الجسم بيتطور أو بيكبر وأنت في التمرين، بس ده غلط. جسمك بيكبر أو بينمو وأنت في النوم، وأنت في مرحلة النوم العميق. لأن هرمون التستوستيرون وهرمون النمو ما بيشتغلوش غير في وقت الراحة. فطبيعي لو نومك وحش كل ده هيقل جدا. 6، جسمك بيتأقلم. في الحقيقة جسمك مش غبي، لو بتتمرن نفس التمرين كل يوم جسمك مش هيستجيب ومش هيتطور وهيتعود على حمل معين. فلازم تغير، وده اسمه adaptation. الجسم بيوقف التطور لما مفيش تحدي جديد. الحل لازم تزود الأوزان، تغير التمرين، تزود المجهود. الفرق بين اللي بيكبر بسرعة واللي ما بيكبرش بسرعة مش حاجة واحدة بس، ده خليط من كذا حاجة: جينات، تمرين، أكل، نوم، لعب صح. الخلاصة ممكن تكون مش أسرع واحد بس تكبر بذكاء. ولو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب والسهلة، مش محتاجة فزلكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.